سيرتو صارت على كل لسان، أويلي حشيمتو، حتى من الخدامة ولاو كيعاودوه باللي داير فينا حالة، وسربيو سربيو وراه عويشتي راه تعطلت عليها، وسربيو سربيو باش نساليو، وسربيو سربيو بغينا نقيو هادشي نديرو خزانة ندير العصا عويشتي كتسنى، عويشتي وتمن الخدامة طيب ليهم المخ بعويشتي عندكم صحابكم راه غمطلع بها البوز وحقا لا غير غيعمر الفيديوهات وكيقول عويشتي اويلي السيد محيت الناس ولات كتسمي عويشتي في السوق. قال لك اسيدي راه ما كاين غير عويشتي الخدامه، عويشتي للسي عبد الغني، عويشتي للناس اللي من العائله، عويشتي تا ولا حشومه وعيب وعار في دوار الظلمه شي حاجه سميتها عويشتي. الناس كلها مسميه عليه عويشتي ديال مربوحه، وراه الناس ما كتقصدش بها العروسه، لا عويشتي هي هو اوكي. خوتي وخواتاتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه، نتوما وحبابكم وناسكم وكاع اللي عزيز عليكم. خوتي وخواتاتي بارطاجيو الفيديو ولايكيو الفيديو اللي يخطيكم عليا، شكرا لكم بزاف. واجيو تسمعوا الخبار عريس الغفله داير الشوها. والله خوتي لا معكم بصح من مصدر موثوق سمعتها اليوم. قال لك الخدامه اللي خدامين تما وخا كانوا ضاحكين بها في السوق، قالوا باللي مبرزتنا وهذا عرفتي راه ناري عويشتي وكاين غا كتجلس تسمع سربي راه عويشتي كتسنى، وسربي فلان سربي الدراري عويشتي. ناضوا عاودوا في السوق والناس سمعات وحكات. ما خفاكمش بانهم هما دابا راه معروفين وسيرتهم على كل لسان. ايوا وحقا تبارك الله والصلاة على النبي، راكم شفتوا شحال من خدام تما في داك فيلا بويا عمر. ايوا ما كاين غير وصل الخبز للفران، واللي قال شي حاجه توصل. ما قاصدين صراحه الخدامه يديروا النميمه، ولكن قالوها لشي ناس وحدين اخرين اللي كتسمع وكتعرف كل شيء. وصلت الخبر الفران الواحد مولات قناه هي اللي قالتها. داكشي اللي ضحكت اخوتي على هاد عويشتي وشوها. هو بنادم يثبت شويه، اويلي حنا ما قلنا عيب، قلنا الله يكمل بخير ماشي مشكل، الله يسعدو. معليش بنادم ما نجحش في واحد الحياه، صابي ربي نجح في واحد الحياه اخرى مع زوجه اخرى، ولكن ما ينساش وليداتو. هذا هو الشعار ديالنا كاع في هادشي كلشي. وحنا الوليدات راه ما غنساوهمش، الوليدات راه ما غاديش نحطوهم وما غاديش ننساو هاد القضيه ديالهم. غنبقاو الوليدات حتى ياخذوا حقهم ان شاء الله يا ربي يا كريم، ويكونوا ان شاء الله حتى هما عندهم حقهم من من الزياره للاب، حقهم من الزياره للام، ويكونوا مساكين مزيانين في نفسيتهم وما عندهم حتى شي مشكل، وعاد حنا غادي نرتاحوا. علاش؟ لان هاد الاطفال هادو راه جيل المستقبل، راه هما المواطنين ان شاء الله اللي بغينا وكنتمناو وكنترجاو انهم يكونوا ان شاء الله مواطنين صالحين للقادم اللي ما بغيناش يكون صادم، للقادم اللي بغيناه ان شاء الله يكون رفيع وعالي بالانجازات وان شاء الله بالحضور ديالهم وبالمكانه ديالهم في المجتمع. فهاد القضيه ديال عويشتي المهم دارت حاله والناس كلها كتضحك، والناس ديال داك الدوار راه صافي ما كاين غير شوها على شوها. فيما داز حتى البراش الصغار اللي سمعت اخوتي قال لك حتى البراش الصغار كيبقاو يلعبوا حتى كيدز ويقول عويشتي انا هاري بحال بوجلود. الدراري الصغار كيبغيو يلعبوا، دابا رجعت عويشتي لقب، رجعت عويشتي عيب وشي حاجه يتعايروا بها وداك الشيء. الوليدات المهم كيخلقوا بها داك لامبيونس ديال الضحك وهذا زعما لا اله الا الله. ايوا كنتمناو هاد عويشتي يعفو عليها الله، اللي ما كنقصدوش بها من طبيعه الحال عائشه العروسه. لا هاد عويشتي الراجل اللي عوش راسو ودار في راسو حاله، كنتمناو نقص منها على وعسى الناس تحط عليه هاد اللقب. كاين اخوتي خبر واحد اخر اللي صراحه انا ما نكذبش عليكم، واخا كننتقدوا هاد الناس هادو والله ما فرحت وما عجبنيش الحال.
ان امي حاده هذيك السيده المراه كبيره في العمر، مسكينه صافي بان فيها العربون ديال الشغل وتماره د رمضان، دوزو تماره د رمضان اولا دوزو رمضان فواحد التماره وفواحد لا كريز مع داك بنادم. حنا براسنا كان ما عاجبناش الحال، حنا براسنا وبخناه، وكان كيدور فم وكنشوها ايديسيون كيدير لهم وديري الفطور غير هادشي ومالك ما عجبكش الحال. مسكينه كان كيبان فيها انها متاثره ومعصبه ملي كيدور فيها وما كيعجبهاش الحال. ولكن ملي كيقراو التعاليق ديال المتتبعين، تعاليق اللي ما تتستر حتى حاجه، الناس داكشي باش كتحسوا داكشي اللي كتشوفوا كتقولوا في التعاليق، وما كيعجبهمش الحال تقول لهم راه فيكم هادشي، راه خاصك ما ديرش هادشي، مالك مسخوط اللي تعمل لامك هكاك، مالك مسخوط جيب عروستك ياك يلاه درتي العقد جيب عروستك طيب لك شهيوات، مالك مسخوط ما تبقاش تقلقها، مالك مسخوط شوف مسكينه بزاف عليها داك الشغل كله. حتى من البهجه اللي عقلته اتاكاو وكلاشاو وقالوا امي لاله قلنا لها تجي تجلس معانا وتصوم معنا هادشي اللي بقى في رمضان وترتاح مع راسها ما دير والو، كلشي الحمد لله طيب على برا. قال لك وكان قال لك خير دليل بان انا شوف راه كنعرف قال لك الوالده عيانه شويه ووفاه كذلك عيانه، فكنجيبوا كلشي طيب. يعني الناس كيحاولوا على المراه ديال الدار، حيت راه المراه راه الدعامه، راه هي السند، هي واحد الساس، هي واحد العمود وقفه به ديك الدار. راه الا ما حاولناش عليها ملي تكون عيانه مريضه ما قادراش ما عندهاش واحد الجهد وبقينا اتاكا راه مسكينه غادي تمشي، راه مسكينه غادي تمشي. فالناس اللي كتقدر المراه والناس اللي كتحب فعلا من قلبها، فمني كيشوف واحد السيده لا طالما عطات من قلبها، لا طالما ضحات معاهم، لا طالما وراتهم من حداقتها وطرباتهم بالاطباق ديالها وطرباتهم بديك الحيويه ديالها وداك النشاط ديالها في الدار، ملي كيشوفوها عيات كيعطيوها كونجي وكيعناو بها وكيحاولوا هما يقوموا غير بشويه من داكشي اللي كتقوم به ويقربوا ليها الحاجه. هذيك العنايه بها هي اللي كتخلي المراه تعاود تنوض من جديد وتعاود تسوس داك المرض عليها وتسوس العيا، كتقول يلاه بسم الله النشاط من جديد، كتعاود مسكينه توقف على رجليها، تعاود تريكوبيري المسائل ديالها وتعاود تقدرها وكيرجع النشاط يتجدد. علاش؟ لان النفس هي كتلعب الدور. فهنا غنوقف غنقول عيب عليكم اخويا يونس، شوفوا فين وصلتوا. هاد المراه الكبيره اللي خاصها ترتاح نورمالمون دابا في هذا العمر هذا اللي كان خاصها ترتاح، رمضان داز عليها بتماره، السيده كتصوم كبيره في لاج وتماره وعليها الضغط وبنادم ما كيعرفش يتعامل ويعني وبدون رحمه ولا شفقه. وماشي غير منها هي، حتى من داك باكادور الله يحفظ حتى هو كان كيغوت عليها ويقول لها بعدي مني ما تعشمينيش في هذا النهار هذا. فكيبقى فيا الحال، واش بحال هادي باقي كيتهز عليها اليد؟ راه قلنا معليش ديك العامين الاولى ولا 3 سنين الاولى ديال الزواج كيوقعوا هاد المشاكل، ضروري ما تكون مشاحنه، هذه كلها ابتلاءات باش بنادم بحال شي عجينه كدبز معها باش تشكلها، هي تنجح فيها هي ترميها ما تعرفش ليها وتغسل يدك وحيد. فشي عجينه حتى كطلعها وكتطلع محترف، كطلعها واعره وكل مره حتى كتطلع محترف ديك العجينه صافي كتعرف تتعامل معها. هكاك الازواج دايرين مع بعضياتهم، ما يمكنش ينجحوا في البدايه. فمي حاده الا لاحظتوا مسكينه عندها في الكلينيك داك الاعوجاج في صبعانها راه بسبب الاعصاب، غيكون غالبا شي عرق تبوشى ليها، والله يحفظ الا ما داوهاش فيه دابا راه يقدر الله يحفظ يوقع ليها داك الانسداد بواحد الشكل كبير وغتنفخ ليها يدها وما غتقدرش تجمع صبعانها. وهذا الشيء راه وقع مع الاخت ديالي، هذه القضيه علاش انا عرفت على هذه المعلومات بسبب الاعصاب. بنادم ما مزيانش يتعصب فغادي تنفخ ليها يدها شويه وما غتقدرش تجمع يديها صبعانها ما غتقدرش تجمعهم نهائيا، غيبقاو هكاك محلولين شويه شويه. لا جاب الله ما داوهاش فيها كيقولوا دابا كذا لا حق الترويض، داكشي خاصو عمليه اخوتي. تمشي اول حاجه بعدا تمشي دير ليه واحد يعني واحد الراديو، دير لي اولاد دير المهم دير صور بالاشعه باش تعرف شنو هو المشكل الحقيقي اللي عندها في صبيعتها، واش فعلا انسداد ديال شي عصب او لا كاين شي مشكل اخر اللي هي ما عارفاش. خاصها تعرفه باش تعرف الا كان انسداد ديال واحد العرقه ولا التبوشه ليها فخاصها ضروري دير عمليه وراها سهله ان شاء الله
والله يسر ليها مسكينة والله يخلي لها صحيحتها. فإلا ما كان شي انسداد كان خاصها الترويض ربما الكبر في السن، ما نساوش أن العمر ديال أختي ماشي هو العمر ديال أمي حادة، يعني ربما الكبار في السن، ربما شي حاجة من الخلايا ماتت، شي خلايا ماتوا المسؤولة على الحركة، ربما ديك اليد صافي غتبدا يبداو بعض الأعضاء ديالها غيتخلاو على الوظائف ديالها، فكنتمناو ليها الشفاء العاجل يا ربي يا كريم. وهاد الناس اللي مقابلين الإصلاحات وعويشتي بالأحرى بعدا الأم ديالك نوقّف هاد المسائل وسربي عويشتي، نوقّف هاد المسائل ونسربي بمهمتي حبيبتي، مهمتي هي الأولى، نعتقها ونشوف مالها ونمشي بصح ونشوف ندير ليها تحاليل وندير ليها كلشي اللي لازم نديرو معاها، وما تقيس مهمتي حتى شي حاجة، وناخد واحد ديسيزيون ولا واحد القرار ديال أن الأم ديالي صافي بركة تمارة، دزت عليها تمارة بما يكفي، إذا ستوب. بالشفاء العاجل لأمي حادة، يعني رغم الخلافات، رغم الانتقادات، رغم بزاف ديال المسائل أو الاختلافات، ماشي الخلافات عفوًا، الاختلافات، فالله يشافيها يا ربي ويخلي لها صحيحتها. إخواني أخواتي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى فيديو قادم إن شاء الله. دمتم بخير، إلى اللقاء.